علاج طبيعي لاحتقان الجيوب الأنفية في 5 دقائق. يعني إيه كل شتاء تبقى محتقن بالجيوب الأنفية ومحتجز فيها ومخنوق كده، وكل ما تنزل في البرد تلاقي مناخيرك مقفولة ودماغك تقيلة ومش عارف تتنفس؟ ما تقلقش، إحنا هنا في قناة حياة صحية سعيدة هنعلمك دلوقتي 3 خطوات بسيطة تقدر تعملهم بنفسك في البيت ومن غير أي أدوية. كل اللي محتاجه إيديك، شوية وقت، وكوباية مية دافية. تابع معايا خطوة بخطوة وما تنساش ترتاح بين الخطوات. ابدأ بتدليك 3 نقط حوالين مناخيرك. أول نقطة تحت عينيك، حط صباعك بلطف وابدأ حركة دائرية بطيئة. تاني نقطة عند جوانب مناخيرك، نفس الحركة. وآخر نقطة فوق الحاجب شوية. خليك في كل نقطة حوالي 30 ثانية. ولو حسيت بدغدغة أو دموع متقلقش، ده طبيعي، ده المخاط بيتحرك من مكانه. كرر الحركة دي 2 مرات كمان وانت قاعد في هدوء. ممكن تقفل عينيك وتتنفس بعمق وانت بتعملها. لو عندك كوباية مية سخنة ضيف فيها 2 نقطة من زيت الزعتر أو زيت الليمون. قرب وشك من البخار وخد نفس هادي من بوقك وطلعه من مناخيرك. خده تاني وطلعه بالراحة. لو نفاسك اتقطع شوية أو عايز تكوح ده عادي، ده معناه إن جسمك بيبدأ يتعامل مع الاحتقان. خليك في الوضع ده حوالي 2 دقايق أو لحد ما تحس إن نفاسك بدأ يفتح. آخر خطوة ودي غريبة شوية، ارقد على ظهرك وارفع رجلك لفوق على الحيطة. ده وضع يوجا اسمه legs up the wall. الوضع ده يمكن أول مرة تسمع عنه، لكن ليه فايدة جبارة. استلقي على ظهرك وارفع رجلك على الحيطة. خلي جسمك مستريح وإيديك على جنبك. الوضع ده بيساعد على تصريف الجيوب الأنفية وبيزود ضخ الدم ناحية الرأس. خليك كده 2 دقايق وتنفس ببطء وانت مغمض. هتحس بحاجة بتتفك في وشك وراحة غير عادية. لو جربت الطرق دي هتحس بفرق فعلا. ممكن تقول ده أسهل حاجة في الدنيا. لو حسيت براحة دوس لايك واشترك في قناة حياة صحية سعيدة، واكتب في الكومنتات جربت أنهي خطوة ونافعيت معاك. وعلى فكرة، لو بتعاني من ألم الركبة مع البرد روح فوراً شوف فيديو علاج منزلي لتخفيف ألم المفاصل في البرد. هتلاقي الرابط في الوصف أو في البطاقة اللي فوق.